دخلت السخانة وجا معاها الناموس، وفما سؤال ديما نتسألوه الناس الكل: علاش الناموس يقرص عباد وعباد ليه؟ هاني باش نعطيكم الإجابة. أول حاجة ساعة لازمنا نعرفوها اللي راهو ما يقرصوا كان الأنافي، على خاطر يسحقوا الدم متاعنا باش يبيضوا. الناموس تجبدو الريحة وتجبدو التمبيراتور متاع البيض كي تبدا بين 25 و 33 درجة، ويجبدوا زاده السي او 2 اللي نخرجوه احنا بالنفس متاعنا. العباد اللي النفس متاعهم ثقيل واللي يعرقوا برشا واللي التمبيراتور متاع بدنهم عاليه مالوغوزمون هما الضحايا متاع الناموس. دونك كي باش يبدا الناموس يقرص شنو يعمل؟ اول حاجه يعملها يهبط السليف متاعو على الجلده متاعنا، على خاطر السليف هذيك عندها ان ايفي باراليزون. ومن بعد بالفم متاعو اللي فيه 6 اباري يبدا يخدم في الخدمه متاعو. الزوز اباري الاولانيين هما اللي يشقوا الجلده ويركح بهم على البو متاعنا. الزوز الثانيين هما اللي يبداو يلوجوا على لي فيسو سانغان. والزوز الاخرانيين واحده منهم هي تخرج اون سوبستانس شيميك باش الدم ما يتخثرش، والاخرانيه هي اللي يبدا يتغذى بها. العمليه هذيا تقعد 3 دقائق. اون فوا فطلنا بها وبدات البلاصه تاكل فينا، معناها راهو كمل خدمته ومشي على روحه. البلاصه اذا كانت نفخت هذيك راهي اون رياكسيون الرجيك تاع الجلده متاعنا مع السليف. اما اذا كانت نفخت برشا واكثر من اللازم هذيك راهي ناموسه جديده مازالت ماهيش مترانيه والتكنيك متاعها مازالت مبلبزه. اخر حاجه واهم حاجه ديما غطيو كيسان الماء متاعكم، على خاطر الناموس راهو يبيض في كيسان الماء.